في كونفيوجن كبير حول السؤال واحد، ايه هو الكلاود انجينير وبيعمل ايه بالظبط؟ خليني اشرحها لك بطريقه سهله اي حد يفهمها. انت اصلا تستخدم الكلاود تكنولوجي كل يوم، ممكن تحط صورك على الاي كلاود او تحتفظ بالبيانات بتاعتك على جوجل درايف. بس حاجه مهمه لازم تعرفها، الفايلز دي او الصور دي او الفيديوهات دي مش موجوده على الديفايس بتاعك، هم موجودين في داتا سنتر في مكان ما في العالم. من اهم الفيوتشرز في الكلاود انه اون ديماند، يعني لما تمسك موبايل بتاعك او تفتح صورك او تفتح بياناتك، الفايلز دي موجوده في الكلاود، تقدر توصل لها في اي وقت ومن اي مكان. فيوتشر تاني موجود جدا واساسي في الكلاود هو سكيلابيليتي، يعني لو الاستورج بتاعتك خلصت ممكن بكليك واحده بس تزود الاستورج اكتر، مش لازم تشتري هاردوير جديد او تستنى انستاليشن. وفي الطريقه نفسها اللي انت بتستخدم بيها كلاود، الشركات كمان بيستخدموه، بس مش للصور والفيديوهات، هم بيستخدموه عشان السيرفرات، الابلكيشنز، الداتابيز، كل الانفراستراكشر بتاعه البيزنس، وده على بلاتفورمز زي مايكروسوفت اجر، AWS وجوجل كلاود. السيستمز دي كبيره جدا ولازم حد يخطط لها، يطبقها، يديرها ويحل المشاكل بتاعتها، والناس اللي هم بيعملوا ده هم الكلاود انجينيرز. الكلاود مجال واسع جدا وفي رولز كتير تحت الكلاود انجينيرنج، ففي الفيديوهات الجايه هقول لك ايه هم الرولز دي. فاعمل لايك لو فهمت ايه هو الكلاود انجينير، وفولو عشان ما يفوتكش اي حاجه.